كلنا بنخاف من العفاريت، ولكن لما احكي لك قصة حقيقية عشتها هتعرف الدنيا فيها ايه. زمان كنت محجوزة في مستشفى 3 شهور. كل يوم النور بيقطع الساعة 12 بالليل. نصحى الصبح الناس تقول ما سمعتوش السويت. الدور كله كان بيصوت، وكان كمان في صوت ترولي رايح جاي. الترولي اللي عند المغسلة بتاعت الميتين رايح جاي لوحده في الطرقة. ماما تقول لهم ازاي؟ مستحيل. يجي تاني يوم على الساعة 10 11 بالكتير، أنا ومامتي نبقى نايمين، وتاني يوم كل الناس تحكي لنا نفس الكلام. لحد ما في يوم مامتي قالت لي هنفضل صاحيين بالعافية، هنصحي نفسنا لحد ما نشوف اللي بيحصل ده حقيقي ولا لأ. فضلنا عايشين في الخرافات شهور وشهور وعايزين نتأكد، ومن كتر الخوف بقينا ننام أنا ومامتي بدري متعمدين عشان خايفين. لحد ما مامتي ربنا يديها الصحة قالت لأ، احنا لازم نقعد ونشوف اللي بيحصل. قعدنا وجات الساعة 12 وفعلا النور قطع. وأول ما النور قطع سمعنا صويت فظيع شديد جدا بره. كل المرضى بيصوتوا، وكمان الناس اللي قاعدين معاهم خارجين من الأوض وبيزعقوا وبينادوا على الممرضين. وفجأة سمعنا صوت الترولي. ماما قفلت الباب بسرعة جدا وقالت لي فعلا الصوت طلع بتاع الترولي وفعلا رايح جاي في الطرقة، وسامعين خطوات ناس رايحة وناس جاية واحنا مش فاهمين أي حاجة. لحد ما مامتي قررت تفتح الباب وتواجه المشهد ده بنفسها وتفهم ايه اللي بيحصل. وانا بالجبس بتاعي خرجت معاها عشان افهم. قالت لي ما تتحركيش من عند الباب عشان ما حدش يزقك يمين وشمال. وحصل. فضلت واقفه ماسكه رافعه رجليا وواقفه على رجل واحده وماسكه الباب وببص مش فاهمه ايه اللي بيحصل. الدنيا ضلمه كحل لحد ما فعلا فاتت النص ساعه وفجاه النور جه. كل الناس كانت بتجري على اوضها، ومامتي فضلت واقفه قدام الباب ما بتتحركش بتبص على الترولي بيتحرك ازاي لوحده. لقينا اللي انا هقوله دلوقتي. انا فضلت ماسكه في مامتي وببص من وراها عايزه افهم يعني ايه ترولي اللي كان عليه ناس ميته فجاه بيتحرك لوحده. وفعلا صوت الترولي رايح جاي في الطرقه حرفيا سمعناه بنفسنا. بس لما اتفتح النور والنور رجع للمستشفى بعد نص ساعه لقينا ايه؟ من كتر صويت الناس ورايحين جايين في الطرقه هم اللي كانوا بيحركوا الترولي، وهم اللي كانوا بيجيبوه يمين وبيجيبوه شمال. وطبعا الترولي ما كانش بيتحرك لوحده، يعني ما فيش عفاريت مع عفريت الا بني ادم.